السلام عليكم ورحمه الله وبركاته من حلقه جديده من الاخر. زي ما انتم شايفين يا جماعه كده انا رايح احلق. تمام. بس النهارده انا عايز اعرف هل الحلاقه في امريكا هي الحلاقه في بلدنا في مصر او سواء في اي حته تانية في الوطن العربي، ولا الموضوع بيبقى مختلف شويه. هنا النهارده انا بحلق عند واحد اسمه عمر، هو من سوريا. تمام. بس يعني اخونا وطبعا اكتر واحد مشهور في باريس كلها حرفيا. فخلينا نشوفه ممكن يعمل معانا ايه. يلا بينا كده يا حاج. السلام عليكم. اهو 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 هجيبه 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 هجيبه. ميزة الحلاقة بقى في ان انت بتحلق عند واحد زي اخوك. بتحسسك فعلا ان انت يعني في بلدك، مش متغرب. فدي حاجة يعني كويسة جدا جدا يعني للناس اللي هي تيجي ان شاء الله جداد. لما يجي يحلقوا في مكان او يكون فعلا في جالية عربية بتهتم بان هم يبقوا مع بعض في كوميونيتي واحدة، بدل ما هم كل واحد مع نفسه. لا فعلا كل واحد يبقى مع بعض. لي بقى يا معلم، هل حلاقة شغلانة الحلاقة دي مجزية؟ يعني سهل ان انت تتعلمها؟ والله لازم يكون مخك مفتح لو تستوعب الشغل هذا وتتعلم. يعني بدك، إذا كان مخك مفتح تتعلمها 6 أشهر، إذا كان مخك سنين بدك سنتين، سنة ونص، سنتين. أنا أخذتني سنتين ونص. طب ما انت اغلب الناس بتحلق نفس الحاجة، انت بس يا دوبك تتعلم نفس الحلاقة. مزبوط، هو كل العالم بيحلو نفس الحاجة، بس المشكلة كل واحد شعره غير، جلده غير. في شعره بيطلع هيك لتحت، في شعره بيطلع هيك، في شعره بيطلع هيك، شعره بيطلع هيك. لازم تحط الماكينة هيك لازم تتعلم كل هدول الشغلات. الحلاقة مثل المدرسة، كل يوم تتعلم شيء. طب وانت هل بقى ان انت تشتغل بقى حلاق، انت محتاج ايه؟ يعني محتاج ايه عشان تشتغل حلاق غير ان انت تكون معاك؟ طب انت معاك الصنعة دلوقتي بتعرف تحلق، صح. محتاج ايه بقى انت عشان تشتغل بجد؟ بدك تنزل فيديوهات، تتعرف على ناس، تروح تحكي مع ناس، تكون نفسيتك حلوة منيحة، تكون محترم مع الناس، تطلع تفوت عشان تصير تعمل اجتماع وتحكي مع الناس، والناس يحبوك ويرتاحوا لك ويجي لعندك. ماشي، بس دلوقتي انا بكلمك على نقطة. هل دلوقتي انا جيت اتعلمت الحلاقة وبعرف احلق، بس معيش رخصة ان انا اتعلم ان انا احلق لحد، هل هكون معاك لازم اكون معايا رخصة، ولا ممكن اجي احلق بس هكون بعرف احلق؟ يعني ممكن اجي لك اقول لك انا عايز اشتغل معاك. لازمك رخصة، لازمك لتفتح محل رخصة. وممكن انك تشتغل بالحلاقة بدون رخصة، بس احسن يكون معك رخصة. بس لما ما يكون معك رخصة تقدر تحلق لاصحابك بس، يعني مش انك تشتغل في محل. يعني انا اخد كرسي ان انا اجي اشتغل مثلا في المحل عندك واخد كرسي، لازم يكون معايا رخصة؟ حسب المحلات، كل محل شكل. كل محل شكل بيحكي لك. بس هل هي مجزية يعني لو انت اشتغلت حلاق هنا؟ الحمد لله. ما في يعني يا الاحلاق. عم مش جاي احسدك يا عم. لا بحكي لك الحمد لله ان الاحلاق لسه جايين، انه الاحلاق يعني منيحه، نعمه احسن من 100,000 شغل. يعني بيكون العالم شغالين برا ميكانيكي ولا كونستراكشن، برد بيكونوا عليهم بايام البرد، بالصيف بيكونوا مشوبين. نحن هون شغالين جوا اي سي هيت، اكلين شاربين. تتعب من الوقفه بس ما بتتعب كانك بتعتل على حالك. اني عايش في نعمه. يعني انت دلوقتي طب ايه العيوب اللي انت ممكن مثلا تحسها وانت شغال حلاق يعني؟ بيجي زبون مثلا ما عجبته الشغله بيمسح كرامتك في الارض، بدك تتحمل ما تحكي كلمه، قال له خلاص ماشي انت مزبوط انت صح. لا الزبون دايما على حق. تتعب ايام بدقوا لك الصبح بكير، يعني تفتح على 9 بدقوا لك على 5 الصبح صلاه الفجر. ايام بتسكر على الساعه 8. وعليكم السلام. مثلا بتسكر على الساعه 8 بدقوا لك على الساعه 10 11 بالليل عشان تيجي تفتح لهم المحل. فهمت شلون؟ يعني طب عشان دول صحابك برضه يعني. مزبوط، بس المشكلة ان الواحد بيتعب، مش ماكينة الواحد. بتلاقي نفسك وقت ان انت تعيش حياتك برضه؟ ما في حياة. هاي هي حياة الحلاق، ولسه في كمان يعني شغلات، يعني انه ما بتقدر تاكل، ما بتقدر تشرب، يا دوب
شلون؟ ما بتقدر تشرب، ما بتقدر تاكل. بس احلى حاجه يعني هنا صعب ان انت يعني ايه بتحسسك ببلدك، حسسك انه ان انت لسه في حنان بلدك. الأم. اه حنان الام، حسسك حنان الام. اكنك لسه في سوريا. اه مصر، سوريا، آه. فلسطين، كل الدول العربية. انت بدات ازاي؟ انت بدات ازاي؟ بدات الحلاقه ازاي؟ او ايه اللي خلاك تبقى حلاق؟ أنا بدأت كنت بروح على المدرسة وكان نفخي سنك، كانت يعني كرتي زيادة في الصوت. اه ما تشاركش إجا لازم. أخوي أبو عبده اه شاف إنه أنا ما راح أصل على مطرح في المدرسة. في الاخر ده اللي حصل.